السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امبارح حصلت مصيبة يا جماعة. ايه المصيبة اللي حصلت؟ أول ماتش امبارح كان لمحمود كهربا مع الاتحاد الليبي، كان بيقابل فيه فريق المجد. تمام. وطبعا محمود كهربا جاب جون امبارح وراح ضايق الجون ومش عارف ايه، والقصة العيانة اللي هو بيعملها في الماتشات والاحتفالات الغشيمة اللي هو بيتعامل بيها دي. بس بقى اللي يعني الأفجر من كده، أول مرة فريق يقدم بلاغ. فريق الاتحاد الليبي امبارح قدم بلاغ في المنظمين. تمام. لان في حد من افراد القوه قوه الامن اللي كانت موجوده في الملعب امبارح. الجماهير طبعا حصل تجاوزات من الجماهير وكده. يعملوا ايه بقى قوات الامن يا معلم؟ واحد فيهم يقوم رافع السلاح شادد الاجزاء وضرب نار على الجمهور. طب لما ضرب نار على الجمهور ايه اللي حصل؟ مشجع اتصاب وهو دلوقتي في حاله خطيره وفي العنايه المركزه. وده طبعا اللي خلى نادي الاتحاد الليبي يقدم بلاغ يستنكر فيه الموضوع اللي حصل دوت. غير كمان ان هو بيطالب بالتحقيق في الواقع، وبيطالب من وزارة الداخلية في التحقيق مع قوات الامن اللي كانت موجودة في الماتش، ماتش الاتحاد الليبي والمجد. بسم الله ما شاء الله يا محمود يا كهربا، يعني اول ماتش ليك مع الاتحاد الليبي. جبت جون وضايقت الجون نفسه، واحتفلت احتفال ملوش اي لازمه. تمام. والماتش يحصل فيه تجاوزات من الجماهير ويحصل فيه اطلاق ضرب نار. تخيل ماتش كوره، تروح تتفرج على ماتش كوره تنضرب بالنار. ده حوار يعني جامد فشخ يعني. تروح تلعب ماتش كوره او تروح تشجع فرقتك اللي انت بتحبها، تقوم واخد لك طلقه وطالع على المستشفى. كنت فين؟ يعني لو حد سألك في المستشفى انت كنت فين، تقول لهم ايه؟ كنت بتفرج على ماتش كوره. يعني ما حدش يصدقك الحقيقه. بس يعني حوار غريب الحقيقه، اول مره نسمعه. واتمنى طبعا ربنا يسترها على اخواتنا في فلسطين، لان الدنيا شكلها كده ايه، مش جايه معاهم على السكه. حوارات كتير هتحصل الفتره اللي جايه. واتمنى طبعا لكهروب الجميل التوفيق في الاتحاد، جاب اول جون وهو اللي عامل ضربه الجزاء كمان. يعني هو اللي تسبب في ضربه الجزاء، مع انها يعني مش ضربه جزاء خالص، بس هي ماشي قشطه يعني شغال عشان كهربا حبيبنا. احنا معاه. وطبعا احنا النهارده، بكره بكره في ماتش الاهلي. بكره ان شاء الله الاهلي هيقابل اعتقد مين؟ هيقابل مين؟ بتروجيت اعتقد بكره. والجمعه الزمالك هيلعب ان شاء الله. ولسه فاضل 3 ايام على اغلاق القيد المحلي. اتمنى نشوف صفقات جديده ان شاء الله للاهلي والزمالك. ولو عجبك الفيديو دوت يا صديقي، اتمنى تعمل لايك وتشترك معنا في القناه عشان تتابع كل جديد. صباحكم بيضحك، اخوكم ربيع.